راك عايش ولا غير مطايش؟ صاي ستوب. شوف، بيناتنا شحال من خطرة في طنط الصباح سقسيت روحك أنا قاع له راني مايض. تروح تخدم، تولي، تاكل، ترقد، تعشي وروطار. تحس روحك كي الهامستر اللي يجري في ديك العجلة تاعه، يجري يجري وفي التالي راه في بلاصته. شراك شايف الفيلم الكوميدي هداك اللي تتفرجه وتبقى غير تضحك على البطل شحال بهلول؟ كاين ناس حياتهم قاع فيلم كيما هاك مهزالة، يكمل الفيلم الناس تنساه وصاي. السؤال هو، انت الفيلم تاع كوميدي ولا فيلم تاع أبطال يخلي بصمة؟ في هذا الفيديو نوعدك بحاجة، غادي نحكو بالتجربة والحكمة، وغادي نجبدوا الهضرة اللي توجع بصح تفيق. غادي نعطيك 3 أسرار تخليك تنوض من هاد الغيبوبة وتبدأ تعطي معنى لوجودك. كمل معايا الفيديو وبالك هذا هي الدقائق اللي تبدل حياتك. أيا بنا. العدو الأول تاعك اللي راه مخلي حياتك مهزلة هو واحد الحاجة نسموها الطيار الآلي. هو اللي يخليك تدير نفس الصوالح كل يوم بلا ما تخمم. تنوض الصباح أوتوماتيك، تشرب قهوتك أوتوماتيك، تهدر مع الناس أوتوماتيك، عايش بصح ماشي واعي. كي تسقسي واحد تقول له صافا، يقول لك والله غير كي الناس رانا ندورو. هاد كي الناس هي الخطر، معناها راك نسخة من آلاف النسخ. واحد النهار غادي توصل 60 عام، تشوف موراك تلقى روحك عشت حياة فوتوكوبي تاع جارك وتاع صاحبك. وين راهي بصمتك انت؟ الحل ماشي في أنك تبيع كل شي وتروح تسكن في غابة، لا يا ودي. الحل في صوالح صغار. غدوة الصباح كي تنوض ما ترفدش تليفون ديريكت، اقعد مع روحك 2 دقايق وسقسي روحك، أنا اليوم هي الحاجة الوحدة اللي باغي نديرها وتخليني نحس روحي حي؟ بالك تهدر مع داك السيد الكبير اللي في الحومة اللي ديما تشوفه وعمرك ما هدرت معاه. بالك تجرب طريق جديدة للخدمة. بالك تتعلم كلمة جديدة في لغة جديدة. كسر الروتين، دير شوية فوضى في حياتك المنظمة هذيك. كي تقتل الطيار الآلي تبدأ أنت اللي تسوق الطيارة تاع حياتك، ماشي هي اللي سيقتك. النقطة الثانية، اهرب من مقبرة الراحة. الخطر الزاوج اللي راه يرد حياتك نكتة بايخة هو منطقة الراحة. يا خويا، يا اختي، هذه المنطقة ماشي منطقة راحة، هذه مقبرة الأحلام، دافنين فيها قاع صوالح اللي كنا باغين نديروهم. كنت باغي نولي فنان بصح الخدمة والدراري، كنت باغي ندير سبور بصح البرد والتعب، كنت باغي نبدا داك المشروع بصح خفت نخسر دراهمي. هادو قاع أعذار باش نبقاو في بلاصة دافية نعرفوها، حتى ولو كانت هاد البلاصة تخنقنا. الحياة الحقيقية تبدا وين تكمل منطقة الراحة تاعك. الراحة مليحة بصح كي تولي هي الهدف هنا المشكل. الراحة هي مكافأة ماشي أسلوب حياة. علاه؟ باسكو الإنسان ما يحسش بقيمته وهو مرتاح، يحس بقيمته كي يتغلب على حاجة كانت واعرة عليه. الحل؟ دير حاجة تخوفك كل سيمانة. ما رانيش نقول لك روح نقز من جبل، ابدأ بحاجة صغيرة. خايف تهدر قدام الناس؟ روح سجل روحك في دورة تاع مسرح. تحشم تبدأ محادثة؟ روح أهدر مع البائع في الحانوت على حاجة خارجة على البيع والشراء. دير حاجة تخليك تحس بقلبك يخبط شوية، هذاك الخبيط هو اللي يثبت باللي مازالك حي. النقطة الثالثة، ابحث عن العلاش تاعك. صاي، ضحكنا ولعبناها، بصح هذا النقطة هي الصح، هي القلب تاع الفيديو. باش حياتك ما تكونش مهزلة لازم يكون عندك علاش، السبب اللي يخليك تنوض كل صباح. كاين فرق كبير بين واحد ينوض الصباح بارسكو المنبه صونة ولازم يروح يخدم باش يخلص الفاكتورة، وبين واحد ينوض الصباح بارسكو عنده هدف، عنده رسالة، عنده علاش كبيرة تخليه يصبر على كل شيء. العلاش تاعك ماشي شرط تكون حاجة كبيرة كيما تحرير العالم. العلاش تاعك تقدر تكون باش نكون قدوة لولادي ونوري لهم باللي كل شيء ممكن، باش نعاون الناس ونخلي أثر طيب، باش نتعلم كل يوم حاجة جديدة ونموت وأنا ماشي جاهل.
باش نرسم الضحكة على وجوه والدية. العلاش هي البوصلة تاعك. كي تكون عندك بوصلة حتى ولو طحت وتكسرت غادي تعرف كيفاش تعاود تنوض وتكمل طريقك. بصح اللي ما عندوش علاش أول حفرة يطيح فيها يبقى تماك. الحل؟ اقعد مع روحك. مور هاد الفيديو روح لبلاصة وحدك، جيب ورقة وستيلو واكتب جواب على هاد السؤال. لو كان الدراهم ماشي مشكل، ولو كان كلام الناس ما يهمش، أنا شا كنت ندير في حياتي؟ الجواب الأول اللي يجيك في راسك بالك تماك راهي مخبية العلاش تاعك. حوس عليها. شوف، الحياة قصيرة بزاف باش نعيشوها مهزلة، قصيرة بزاف باش نعيشوها على الطيار الآلي، وباش نبقاو مخبيين في منطقة الراحة. كل واحد فينا عنده قصة بطل راهي تستنى فيه باش يكتبها. القرار يرجع ليك، تكمل الفيلم الكوميدي البايخ ولا تبدأ تكتب سيناريو جديد تكون أنت هو البطل تاعو. ودروك بغيت نسمع منكم، هبطوا للتعليقات وقولوا لي: 1. شا هي الحاجة اللي راك تديرها في الطيار الآلي وقررت اليوم تحبسها؟ و2. السؤال الأهم، شا هي العلاش تاعكم في هذه الحياة؟ حتى ولو كانت فكرة صغيرة شاركها معانا. راني باغي نقرأ كل واحد فيكم باسكو القصص تاعكم هي الصح. وإذا حسيت باللي هاد الهضرة تشاتك وعطاتك شوية طاقة، ما تبخلش علينا بداك الجام اللي يفرح القلب. وأبوني اشترك في القناة باش تكبر العائلة تاعنا، وأبعث الفيديو لصاحبك هذاك اللي راه غير راقد. تهلاو في رواحكم، والأهم عيشوا، ما تبقاوش غير مودرين. سلام.